السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عشركم مبروكه وكل عام وانتم بالف خير. اليوم غنوجد معكم الميني بطبوط المعمر اللي هي شهيوه مغربيه. كاع المغاربه تيبغيوها وتيحضروها خصوصا في رمضان، يعني ما تخطاش مواعيدنا الرمضانيه وكنبغيو نبدلوا في الحشوات ديالها. وكل عام عودتكم باش نوجد لكم اولا نحط لكم فيديو فيه حشوات مختلفه تكون مرجع لكم نهار يدوخوا ترجعوا ليها. فاليوم اربعه الحشوات اللي هي جديده وسهله، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم. فاول حاجه غنوجد معكم العجينه. هنا اليوم ما غنديروش بالفينو، غنديرو بالدقيق الكامل. وطبعا كيبقى لكم الاختيار بنفس الطريقه، اما بالدقيق الكامل او ديروا الفينو، اما كتغلبوا الفورس وكديروا الفينو كتير او الدقيق الكامل او العكس. انا اليوم درتهم قد قد، زدت معاهم الخميره، العسل او السكر باش كيحمر لينا وكيعطينا لون زوين وكيعدل حتى المذاق. كنبعد شويه على الخميره، كندير الملح وزيت الزيتون او زيت النباتيه، تقريبا واحد المعلقه كبيره. انا هي تقريبا درت كيلو ديال الدقيق. صراحه ما عبرتش كندير عليه ميزاني، ولكن الا درتو مثلا كيلو، درتو حتى نص كيلو ديروا نفس العبار. ديروا معلقه كبيره ديال الخميره وديروا شويه ديال الملح وديروا السكر ومعلقه، يعني كيبقى نفس العبار تقريبا. وكنجمعوا بالماء دافي حتى كنحصلوا على العجينه راها رطبه، كتكون شويه رطبه وخفيفه. غير ملي درت لها الزيت دابا وحرك وجمعتها بحال كتبان شويه قاصحه، ولكن راها خفيفه. كندهنها ثاني بالزيت وكنغطيها وكنخليها تخمر مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالها. ملي كتخمر كنديكازيوها وكناخذوا واحد الجزء منها وكنطلقوه بشويه ديال الدقيق ديال الفرص، وكنغطيو الكميه الاخرى باش ما تنشفش معنا. وكنبقاو كل مره وحنا كنطلقوا بالمدلك كنتاكدوا انها ما لصقاش. ضروري من هذه المرحله او هذه الخطوه والعجينه ما تكونش غليظه وما تكونش ثاني رقيقه اكثر من القياس، شويه باش تجينا خاويه من الداخل. ولا كانت غليظه ما غاديش تنفخ لينا، غادينا عامر بالبابه لداخل. حنا كنعمروه طبعا بالحشوه. صافي هنايا كنحاول انني نرققها واحد شويه ونجيبها مقاده. وكيف قلت دائما وانا كنرش بشويه ديال الدقيق، ما نكثروش باش ما يجيناش باهت من الفوق وبيض، الجهد اللي ما يخليناش العجينه تلصق. صافي كما لاحظتوا هنا حاولت انني نشكلو مستطيل، نحيد غير داك شويه ديال العجينه اللي ما مقاداش ونقطع كاول شكل مربعات او مستطيلات اللي بغيتو بهذه الطريقه. يعني هذا درتها معكم في ايامات كورونا وكان الاعجاب ديالكم. وكنحاول انني كل مره ننوع عليكم، يعني نديروا الدائري، نديروا الاوفال، نديروا هذا المربع، باش اللي ما شافتش الطريقه من قبل في فيديوهات سابقه تشوفها دابا. صافي وكنحاول نقطع ديك العجينه اللي كتنحيدو، راه كنحاولوا ندلكوها واحد شويه. الا كانت قصاحت ندير لها شويه ديال الماء دافي ونعاودوا ندلكوها ونغطيوها ونخليوها ترتاح غير شويه، ماشي ندلكوها غير يتقاد. صافي وكنديروا في واحد المنديل، ومن الاحسن نديروا شي بلاطو اولا شي لاطام لتحت باش من نبغيو نهزوه ونطيبوه نهزوه بكل سهوله. صافي انا كنقادو بهذا الشكل. جزء اخر طلقته بنفس الطريقه، كنتاكد دائما ان العجينه ما لاصقاش ولا بانت لكم ان العجينه كتجمع لكم، غطيوها هكا مطلوقه بشي منديل وخليوها ترتاح واحد 5 دقائق، عاد قطعوها باش ما ترجعش لكم تجمع. انا يعني كنبقى العجينه راها مرخوفه شويه، مأكده انها ما ملصقاش، فما كديفورما لي ما والو. صافي كنستمر هذا الشكل الدائري. ولا كنتو عندكم كميه كثيره غديروها مره واحده ويدكم ثقيله وكنجيو عندكم شويه سخون، طيب قادو شويه على ما دوز 10 دقائق، طيبوه وعاد كملوا الشيء الاخر. بالنسبه للجزء اللي هو اوفال، درت العجينه شويه غليظه، قطعت بواحد الدائره اللي هي صغيره، وكل دائره كنعاود نطلقها شويه بالدلاك بشكل طولي باش تعطيني هذا الشكل اللي اوفال. الا بغيتو ديروه طبعا، كنتو ما بغيتوش صافي تستغناو على هذا وديروا شكل واحد اولا جوج اللي بغيتو. هاد اوفال كيجينا بحال ساندويتشات. صافي وكنتاكد انهم ما لاصقينش باش من نهزوها ما تثقبش لينا، الا تثقبت ما غتنفخش ملي نكونوا كنطيبوها. صافي بعد ما انا درت الشكل المربع والدائري وحسيت بها ارتاحت، مشيت مباشره سخنت البلونشه ديالي وطيبتهم. عاد رجعت درت داك الاوفال. طبعا بنفس الطريقه طيبوا في المقله، ما كاين حتى شي فرق. في الاول العافيه كتكون شويه مجهده، كنديروا العجينه ديالنا غير بالمهل ونقلبوها. من نشوفوها كدير ديك البويوقات، البويوقات مهمين وكنقلبوا. انا كنعمرها حتى هذه كبيره كتسربيني. طبعا الا بغيتو راه بنفس الطريقه غادي طيبوا في المقله، ما كاينش مشكل. ونبدا كنقلب فيهم، غير كنقلبهم المره الاولى. انا المره الاولى كنستعمل سباتولا، من بعد كنبدا نقلب غير بيديا حيت كيكونوا شدوا راسهم، ما كنخافش انهم يتقبوا. ما حدنا كنقلبوا فيهم والحراره راها مجهده، غير كيبانوا لنا تنفخوا
كنقصوا شويه باش ما يتخطفوش ويتحمروا واحد شويه، ما نخليوهمش خضر لان غنعمروهم، ما غنعاودوش نطيبوهم مره اخرى. كما كتشوفوا على القرب راني كنحمرهم، وكان اللي طابت وبانت لي تحمرت من الجهتين وتنفخات كنزولها. كما كنقول لكم دائما ملي كنكون مستريسيه ولا باغا نرتاح نفسيا كندير البطبوط ملي كيحطو كيتنفخ وانا نفسيتي كتحسن، ما عرفتش علاش ديك النفيخ ديالو كنفرح معاه وكنحس بحال الرجال كيتفرجوا في الكره ويفرحوا، انا كنشوف البطبوط كيتنفخ وكيعجبني الحال. المهم غادي نستمر هنايا الدائري. راه هذا ديال الدقيق كامل ما كيجيش قاصح، ما كيجي ما والو، كيجي زوين، كيجي خفيف وكيجي رطب بنفس الطريقه. هادو الاوفال تا هما بنفس الكيفيه، ما كاينش نهائيا كيف قلت الفرق. ما تخليوهمش يخمروا بزاف، غير يرتاحوا طيبوهم. لا خمروا بحال الخبز، الا خمر ما كيتنفخش. وكما كنعرفوا الحاجه فطيره ان ملي كطيبوا الفران كتنفخ لينا، داك هو الخبز الفطير. نفس الشيء هذا البطبوط راه ما كيتنفخش الا خمر. المره الثانيه طبعا، المره الاولى راه خصو يتنفخ مزيان. طبعا الا بغينا نخبيوه كنقطعوه كامل هكايا شويه، كنحلوه ونجمعوه في بلاستيكه ولا في شي علبه ونديروه في المجمد. من نبغيوه نعمروه، انا غنعمر واحد الكميه واللي بقى لي نخبعه. الحشوه الاولى في مقله كندير الزيت، كندير البصله، كنخليه حتى كتنزل وطيح. كنديروا الكفته، انا درت كميه قليله من كل حاجه راه كافيه. 250 غرام تقريبا ديال الكفته مع البزار، التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال السكينجبير وقزبور يابس مطحون حتى هو درتو، والعطريه ديروا ديال الكفته او المكسيكيه او الايطاليه اللي بغيتو. هنايا شويه ديال البودره ديال الثوم، وكنبقى كنفرتت هكا في الكفته ديالي حتى كطيب. اخر حاجه كنزيد صوص باربيكيو اختياريه الا توفر طبعا، كدير واحد الفرق، ولكن الا ما كانش ماشي مشكل. كنزيد ربيع معدنوس وشويش القزبر او غير المعدنوس بوحدو اللي بغيتو، شويه ديال الزيتون خضر مقطع، انا عندي هنا شويه مهرمش. واخيرا كندير فرماج اي نوع كتفضلوه، مثلث، ديروا الفرماج الحمار، ديروا ديال الساندويتش او خلطوهم نوعوا، كيبقى لكم نتوما الاختيار في داكشي اللي غيدير لكم التعليكه في الحشوه ديالكم، باش ما نحتاجوا لا ندهنوا الخبز لا والو، كيجي هو معلك الراسو. صافي غير كيدوب داك الفرماج ديال الساندويتش. درت هنايا ديال الشيدر كيدوب. الكفته ضروري من نصوبوها ولا ما نعمروا بها تكون سخونه، نقدموها مباشره، حيت لا بردت كما كتعرفوا فيها ليدام ما كتبقاش زوينه، ماشي بحال ديال الدجاج اولا ديال الطون. هنا الحشوه الثانيه كندير الزيت، نشكل البصله، دائما البصله، وكنزيد من بعد ما كطيح لي واحد شويه الملح، وعاد كنزيدو الدجاج. انا عندي تقريبا 250 غرام ديال صدر الدجاج او ديال لادان اللي مقطع طريفات صغارين. العافيه هنا كتكون مجهده باش ما كيطلقش لينا الدجاج الماء ديالو. كنزيدو العطريه ديال الدجاج، هاد التوابل مثلا اللي كتكون مخلطه راه كتباع عند العطار وكتباع في الاسواق الكبرى. كيبقى لكم نتوما الاختيار في النكهه اللي بغيتو. مثلا درت ماشي ديال الشاورما، درت عطريه الدجاج، درت قزبر يابس مطحون، درت شويه بودره الثوم، ودرت شويه سكينجبير، شويه البزار، وزدت خيزو محكوك وشويه ديال المعدنوس وكنخلط. كنزيد ياغورت طبيعي، ممكن تزيدوا ياغورت طبيعي والمايونيز، ممكن يعني كيبقى نتوما والاضافات اللي كيف كنقول كتعطي ديك التعليكه وكيجينا الحشوه ديالنا كتفز لينا الخبز ما نحتاجو ندهنوه. خلطت وزدت الزيتون وزدت الفرماج حمر هنايا. صافي كيدوب كنطفي عليها وهي واجده. بغيتو تزيدوا شويه الحامض المصير زيدوه، انا ما كانش بقالي، ولكن راه كيجي زوين بزاف هاد الحشوه، كيعطينا ديك الحموضه اللي كيبغي الدجاج. واخا درنا الزيتون حامض المصير حتى هو زوين. ونعمروا الخبز ديالنا مع الخس او غير هكاك. صافي نشوفوا الحشوه الثالثه. دائما الزيت في مقله، كنديروا البصله، كل مره كندير واحد البصله صغيره هكاياك كنشحرها. هنا غنديروا الدجاج غير هو مع لي زيبينا. بالنسبه للناس اللي كيبغيو لي زيبينا فهاد الحشوه كتجي ممتازه. كندير شويه ديال الثومه، كنخليها حتى كطيح تماما، حتى كتعسل شويه ديك البصله. عاد كنزيد الدجاج ايمانسي يعني مقطع شكل طويل. كنزيد معاه شويه ديال الملحه، غير شويه على حسب الذوق. كنزيدوا البزار، شويه ديال السكينجبير، غير شويه ما نكثروش من العطريه، وكنخلطوا. وكنزيدوا لي زيبينا اللي كيكونوا مغسولين مزيان ومنشفين، وكنقطعوهم شويه كبار. هما راه كيطيحوا ما كيبقاوش يبانوا نهائيا، يعني ما نضطروش اننا نقطعوهم رقاق. تقريبا عندنا 250 غرام. وفي الاخير كنزيدوا الاجبان، اي نوع جبن. انا هنايا عندي الجبن طري، وانتم ديروا اللي بغيتوا. صافي وكنعمروا.
هنا ممكن تزيدوا حتى المايونيز، ممكن تزيدوا حتى الفرماج حمار، نتوما والذوق ديالكم. صافي. وبقى لنا حشوه كيما العاده، حشوه بارده، فغتكون ضروري الطون. هي مختلفه على اللي شفت معكم من قبل. هذه تكون فيها الفلفله كتجي رائعه، كيجي واحد لوغودي فيها مختلف. فلفله مشويه الوان او لون واحد، انا درت الحمراء والخضراء. واحد العلبه ديال الطون مصفيه من الزيت، شويه ديال الزيتون خضر، شويه الكورنيشون محكوك، وغادي نزيدو الربيع قزبور وشويه د المعدنوس، وكنزيدو كذلك الجبن، اي نوع، ممكن ديروا المثلث، ممكن ديروا هذا الجبن الطري اللي بغيتو. كنديروا الثومه بودره، شويه ديال الزعتر، غير شويه من كل حاجه، وكنخلط كل شيء مزيان. وفي الاخر كنزيد المايونيز. المايونيز غيعطينا ديك لاسيديتي ولا الحموضه، وغادي يرطب لينا كذلك مع الجبن الحشوه ديالنا. صافي. وكتكون الحشوه ديالي تقريبا واجده. نزيد غير شويه ديال الصلصه الحاره باش كنعدل المذاق. انا درت حشوه واحده اخرى يعني مبغيتش نطول عليكم، حتى هي فيها غير المكور، فيها خيزو، فيها فايتي تقريبا دايره بحالها. ممكن تزيدوا فيها السوريمي، ممكن تزيدوا فيها اللي بغيتو، الخس مقطع. فاكتفيت غير بهاد الربعه، كيجيو رائعين. جربوهم واكيد غادي ينجحوا معكم، وكيف قلت يكونوا مرجع لكم توجدوهم ان شاء الله في رمضان. وكاينين فيديوهات اخرى يعني ديال كل عام ضروري كنحضر معكم 2 او 3 او 4 ديال الحشوات. تهلاو لي فراسكم، عواشركم مبروكه، والى اللقاء في فيديو وصفات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.